السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخواتي حبايب قلبي. انا مش عارف اطلع اتكلم في ايه الصراحه ولا ايه. بس انا يعني هي خساره متوقعه، بجد خساره متوقعه. انا عارف اللي هم هيدونا سكور الماتش ده. بس انا كنت بحاول اللي هو اكل نفس الاونطه زي ما بيقولوا كده، اكل نفس الاونطه الوهم وكده. اقسم بالله، اقسم بالله. عارف انت اللي هو اللي كان قاعد بيذاكر طول السنه طول السنه وفي الاخر دخل الامتحان ما عملش حاجه. هو ده معتمد جمال اللي عمله مع الزمالك. قعد يتعب بيتعب بيتعب جامد قوي وفي الاخر مجهوده على الارض. يعني انت ضيعت الماتش منك بسبب الطريقه اللي انت كنت بتلعب بيها. مش بكلمك على الخطه ولا الناس اللي انت نزلتهم، الناس اللي انت نزلتهم كلهم كويسين واحنا كلنا متفقين معاك على الناس اللي انت نزلتهم. بس انت طريقة اللعب غلط خالص. انت سبت الاهلي الكورة. آه، قصدي الاهلي ساب لك الكورة فلعب بنفس طريقتك بالظبط. وخلاك انت اللي بقيت مستحوذ على الماتش. بقى هو اللي بيلعب عليك على المرتدات. وطريقة. انا بجد بجد والله العظيم ما عارف اقول ايه. مش عارف اقول ايه. فحتى يعني كنا حافظنا حتى على التعادل. عملنا اي حاجه خالص. ده احنا بيراميدز ادانا هديه. احنا خلاص احنا اصلا ركزنا ما عملتش بيراميدز. اللي هو لما ادى الاهلي ثلاثه قعدنا نقول الاهلي ضعيف والاهلي ما فيهوش اي حد وكده. فاحنا استفزنا اصلا لعيبه الاهلي. فالاهلي نزل بكل غل علينا. الاهلي بقى بين الكوره علينا يا جدعان. عمل كل حاجه. عمل كل حاجه حرفيا الماتش ده علينا. احنا ما استغلناش الفرصه، اقسم بالله ما استغلنا الفرصه خالص. ناصر منسي. انا مش فاهم بجد ناصر منسي بيعمل ايه. ولا انت مهاجم هتلعب في كاس العالم ازاي بالطريقه اللي انت بتعملها دي؟ انت بقالك ماتشين ثلاثه ما بتعملش حاجه خالص، ولا اربع ماتشات كمان ما فيش خالص. آه، بتلعب لي بزيرو ناحيه الشمال وهو اصلا المفروض يلعب ناحيه اليمين. وغير كده بتلعب ناحيه معهوش باك يمين اللي هو يوظفه. طبعا مع احترامي الكامل لمحمد اسماعيل النهارده اللي هو عمل ماتش خرافي، اقسم بالله خرافي. هو عبد الله السعيد هم اللي بس اللي في الملعب. بامانه هم اللي بس اللي في الملعب. ماشي. آه كنت تلعب بقى بطريقتك العاديه. طريقتك العاديه اللي هي ايه؟ هتخلي بيزيرو هنا وهتخلي عضي ناحيه الشمال زي ما بتلعب على طول وكده. متى كنت تنزل شيكو بنزل بقاله ماتشين فايق. كنت تخليه وتريح عضي. تلعب عبد الله السعيد بقى كان هينزل مركز، ينزل ايه؟ يلعب 8 زي ما كان بيلعب في كل الماتشات. ينزل 8 وخلي فتوح هو اللي يلعب 10. انت جيت خليت تخلي فتوح هو جسم اللي هو اللي يلعب 8 النهارده. فتوح جسمه ضعيف، ضعيف قوي يعني. وما عرفش يعمل حاجه مع محمد شحاته اصلا ما فيش كوره بيلعبها لقدام. انا والله العظيم لو تشوفوا انا اصلا ما بحبش شحاته خالص. كل كوره على ورا يا مثلا بيلعب كور جانبيه على ورا او كور جانبيه مفيش خالص. مفيش خالص. شحاته ما عندوش الجرأه اللي هو يلعب على قدام ولا جرأه هجوميه خالص. ضعيف قوي فكريا وجسديا. النهارده بن شرقي دخل عليه في كوره في نص الملعب اخدها منه ووقعه في الارض وفي الاخر هو بيقع عايز فاول. هي اصلا الكوره ما فيهاش حاجه خالص. آه، حسام عبد المجيد الكوره البلانتي اللي هو ضيعها كان زمانها دخلتنا جوه الماتش تاني. مش فاهم حاجه. فين الونش القائد اللي هو يزعق للعيبه لا تعالوا هنا لا هنا؟ مهدي سليمان واقف تايه ما بيتكلمش خالص. مش فاهم حاجه. انا مش فاهم حاجه من الماتش ده بجد والله العظيم. مش فاهم ايه اللي حصل. يعني معتمد جمال تغييراته غريبة وإيشو اللي بينزل محمد السيد. طب نزل ربيع طيب يعني. نزل ربيع. اعمل أي حاجة. لاعب آدم كايد ده أي نيلة خالص نزله من بدري. عبد الله السعيد ما يطلعش. لأول مرة أقول لك عبد الله السعيد ما يطلعش. تقول لي عامل السن مش عامل السن. أنا أقول لك عبد الله السعيد حرفيا الماتش ده ما يطلعش. وكنت خليت ناصر منسي اتكلمت معاه ما بين الشوطين خليه وتنزل عليه الجزيري او تدخل عضي معاه. تمام. وتروح جاي منزل شيكو بنزا هتلعب باتنين فراوده. انت كده كده اصلا خسران. انت خسران هتنزل شيكو بنزا وتلعب ببيزيرو هنا. تمام. وهتخلي الاتنين دول قدام فراوده بس. وهتنزل وشيكو بنزا كان هينزل مكان مين بقى؟ انا من رايي الشخصي، من رايي كان هينزل مكان فتوح. فتوح يطلع وتخلي عبد الله السعيد هيعرف يحرك اللعيبه دي. فتوح مش هيعرف يحركه. وهتخلي محمد شحاته واحد ورا.
تمام لوحده، انت اصلا خسران، انت مش فارق معاك. يلا ربنا يسهل في ماتش سموحه كده على خير باذن الله.